الكابتن حسام حسن واحد من اكتر الناس في تاريخ كرة القدم المصرية اللي اشتكى من الظلم، سواء وهو لعيب كرة او هو مدير فني. واحد من اكتر الناس اللي دايما لما هيتكلم هيحسسك بالشكوى، وهيحسسك ان هو بينجح في ظروف صعبة، وهيحسسك ان هو طول الوقت مظلوم، هو وتوأمه الكابتن ابراهيم حسن. الكابتن حسام حسن قبل ما يمسك كمدير فني لمنتخب مصر كان بيطلع في كل الاستديوهات التحليليه، وخصوصا مع مهيب عبد الهادي في MBC مصر، يتكلم ان هو او يلمح بان هو حق واحد انه يمسك المهمه الوطنيه وانه يبقى مدير فني لمنتخب مصر وكده. انت يا كابتن حسام طول عمرك كلاعب كوره وكمدير فني كنت بتعاني من فكره الظلم، وانت اسطوره من اساطير كره القدم المصريه، واحد من اهم 5 لعيبه لعبت في تاريخ كره القدم المصريه، اهم مهاجم في تاريخ مصر. دي حاجه ما يقدرش اي شخص في الدنيا ينكرها. بس انت شخص عانيت او اشتكيت طول عمرك من فكره الظلم. عندك ماتشين، ماتش مع جيبوتي يوم الاربعاء، وماتش مع غينيا بيساو يوم الاحد الجاي ان شاء الله يوم 12 اكتوبر. فانت محتاج من الماتشين دول نقطه واحده بس. الكابتن ابراهيم حسن مدير الكره في منتخب مصر لما اتسال في المؤتمر الصحفي عن القائمه اللي انا هكلمك عليها دلوقتي، لما اتسال الكابتن ابراهيم حسن عن رايه في القائمه قال ايه؟ اتسال مثلا انتوا ليه ما ضمتوش احمد الشناوي اللي مقدم موسم عظيم لحد دلوقتي مع بيراميدز، اللي ساعد بيراميدز في الانتركونتيننتال، سواء في الفوز على اوكلاند سيتي او الفوز على اهلي جده السعودي، اللي قدم ماتش عظيم قدام الجيش الرواندي في دوري ابطال افريقيا الدور التمهيدي. الكابتن ابراهيم حسن قال ان احنا عايزين نقلل من السن بتاع اللعيبه في المنتخب، فبناخد القائمه صغيره في السن، وده مش حاصل على فكره في القائمه اللي بتضم 24 لعيب، وانا هقول لك ليه مش حاصل. بس اجابتك على دي ان انت معاك محمد الشناوي الحارس الاساسي عنده 37 سنه، فمش هتضم احمد الشناوي هو كمان وهو عنده 32 سنه. طب ما تيجي نشوف قائمه منتخب مصر في حراسه المرمى فيها مين؟ فيها محمد الشناوي، ماشي انا معاك في النقطه دي، بس ليه فيها مصطفى شوبير؟ ليه فيها 2 من الاهلي؟ ليه فيها 2 من الاهلي وجمهور الاهلي قبل اي حد شايف ان الاهلي اصلا عنده مشكله دفاعيه، وان في جوان كتير جت في مرمى الاهلي السنه دي بيتسال فيها حراسه، سواء محمد الشناوي في الماتشات اللي لعبها او مصطفى شوبير في الماتشات اللي لعبها؟ ليه عايز تقتل فكره المنافسه في حراسه المرمى، وعايز اي حارس تاني ما يقدمش مستواه او ما يقدمش اللي مطلوب منه، لانه عارف ان هو كده كده مش هينضم لمنتخب مصر؟ فدي بخصوص احمد الشناوي، انك بتقول عايز تقلل في السن، فانت جايب محمد الشناوي لسه هكملك في قائمه المنتخب، بس انا بكلمك في الحارسين اللي موجودين. جايب كمان محمد صبحي، ماشي انا معاك في دي، ولكن جايب عبد العزيز البلعوطي. لو هتتكلم كسن فهو برده سنه مش صغير، هو عنده 29 سنه. ليه مثلا ما فكرتش في واحد زي محمد علاء اللي عنده 26 سنه وبقاله موسمين مقدم مستوى ممتاز وبيلعب في فرقه بتستقبل هجمات اكتر بكتير من الهجمات اللي بيستقبلها فرقه البنك الاهلي؟ يعني على الورق فالبنك الاهلي اقوى من الجونه بكتير، حتى في ترتيب الدوري السنه اللي فاتت مثلا البنك الاهلي كانت فرقه بتنافس على المربع الذهبي وكانوا عايزين يدخلوا كونفدراليه، عكس الجونه اللي اغلب الوقت بينافس على الهبوط. ومع كده الجونه معاه حارس من افضل حراس الدوري المصري الموسم اللي فات ولحد دلوقتي مقدم ماتشات ممتازه مع الجونه. وشوفوا في ماتش الزمالك قبل ما الجونه يتعادل، هو الوحيد اللي انقذ الجونه، ان الزمالك كان ممكن يزود الجون بالجونين وبثلاثه وكان ينهي الماتش من بدري. فليه ما فكرتش في حارس زي محمد علاء؟ وبما انك بتتكلم في السن، فمحمد علاء ده حارس عنده 26 سنه، يعني مش كبير في السن خالص. في برضو عامر، انت بتضم محمد الشناوي عنده 37 سنه، حارس مصر الاول من 2018 او 2017، بس انت عامر ده هو كمان مقدم مستوى خرافي السنه دي. عامل ماتشات مع غزل المحله، لولا مع طبعا خطه الكابتن علاء عبد العال الدفاعيه، ولكن عامر ليه دور كبير قوي وتصديات اعجازيه كتير، خصوصا في ماتش الاهلي. لو اتفرجت يا كابتن حسام على ماتش الاهلي وغزل المحله يعني، فعامر انت ما ضمنتوش وانت مش هتلعبه. هو الحارس لو جه هو عارف ان هو مش هيلعب على فكره، بس على الاقل يبقى موجود، تديله شرف كده قبل ما يعتزل ان هو قدم موسم جيد مع غزل المحله، فياخد شرف ان هو انضم لمنتخب مصر، انضم للمنتخب هيوصل كاس العالم، خصوصا ان انت سواء ماتش جيبوتي ماتش غينيا وبيساو انت كل اللي محتاجه من الماتش نقطه، ويعني ان شاء الله بقدره ربنا هي 100% النقطه دي هتيجي يا كابتن حسام. كمل لك القايمه ده بخصوص نقطه احمد الشناوي، وان هو ليه ما ضمش احمد الشناوي اللي احنا هنتكلم في السن بقى واحنا ماشيين في القايمه دلوقتي اللي انا هقولها لك. قلت لك ان هو ضم البلعوطي اللي شباكه مستقبله 5 اهداف السنه دي، وهو حارس مش صغير في السن، هو عنده 29 سنه. وقصاد ده ما ضمش عامر اللي مقدم موسم خرافي مع غزل المحله وشباكه استقبلت بس 4 اهداف. ما ضمش محمد علاء اللي الموسم اللي فات كان من افضل حراس الدوري المصري، واللي السنه دي مقدم ماتشات جيده جدا مع الجونه وحارس صغير في السن
عنده بس 26 سنه. فده بخصوص نقطه السن، انت مش بتبص للسن خالص يا كابتن حسام. نيجي على خط دفاع منتخب مصر، وقلت لك الكابتن حسام اتكلم في السن. انت ضامن رامي ربيعه وهو عنده 32 سنه، ورامي ربيعه بيلعب في دوري اضعف من الدوري المصري، وجمهور العين الاماراتي على اكس ناس كتير قوي بتنتقد صفقه رامي ربيعه دي ومش مقتنعه بيها. وجمهور الاهلي حتى لما رامي ربيعه مشي ما زعلش، ما حسش ان اللي مشي يعني وائل جمعه في عزه. ولو هتتكلم كسن في رامي ربيعه عنده 32 سنه. ضامن من المصري خالد صبحي، وخالد صبحي عنده 30 سنه. يعني خالد صبحي مش صغير في السن اهو. فانت بتتكلم كسن، خالد صبحي مش صغير في السن. عايز اقول لك ان خالد صبحي اصلا مش مدافع اساسي في فرقه المصري، لان الاثنين الاساسيين في دفاع المصري هم باهر المحمدي ومحمد هاشم. خالد صبحي بيبقى احتياطي وبينزل ساعات، او لو واحد فيهم مش هيلعب مصاب او موقوف او اي حاجه من الكلام ده بينزل خالد صبحي كاساسي. بس كده، غير كده هو اغلب الموسم احتياطي. كسن هو 30 سنه. انضمام ياسر ابراهيم طبيعي طبعا. انضمام عمرو الجزار طبيعي، لعيب بيقدم مستوى ثابت، لعيب عنده روح، لعيب يفكرك بحماده طلبه في عز حماده طلبه، والروح اللي كانت عند حماده طلبه وهو موجود في الزمالك. مثلا تقول له العب بيمين يلعب، العب دفاعي يلعب، العب شمال يلعب، وبيحاول يقدم احسن حاجه في كل مركز بيلعبه، فكان بيطلع شكله كويس. وطبعا الانقاذ التاريخي والاعجازي في ماتش نيجيريا في تصفيات افريقيا 2017 اللي شالها من على الخط، ولولا الانقاذ بتاعه ده ما كناش وصلنا اصلا للبطوله وقتها في الجابون، قبل طبعا ما نخسر في النهائي من الكاميرون 2-1. انضمام حسام عبد المجيد، انت مش شايف كميه الاهداف اللي بتدخل في الزمالك من المربع اللي فيه حسام عبد المجيد؟ ما شفتش ترقيصه محمد شريف لحسام عبد المجيد؟ يا كابتن حسام، منتخب مصر ده يعني انك تضم افضل لعيبه على الساحه، مش انك تضم لعيبه بالهيستوري بتاعها، انك تضم افضل لعيبه موجوده. ده اللي بيخلق دوري قوي، ده اللي بيخلي فيه منافسه ما بين اللعيبه وما بينها وبين بعض، لان اللعيب عارف ان يوم ما هيأدي افضل ما عنده انت هتضمه للمنتخب، فساعتها هتلاقي دوري اقوى من كده بكتير جدا. لكن انت قاتل فكره التنافس ما بين اللعيبه، لان اللعيب عارف انه مهما عمل مش هينضم للمنتخب، وعارف ان في ناس هي دي اللي هتفضل موجوده مع الكابتن حسام حسن سواء في افريقيا او في كاس العالم. السؤال الثاني اللي اتساله في المؤتمر الصحفي الكابتن ابراهيم حسن وجاوب عليه هقوله لك برده، واحنا ماشيين كده ايه في الحلقه. بس كمل. انضم محمد حمدي من بيراميدز، وده طبعا لان في غياب احمد فتوح عن اللعب اساسي، مصر تقريبا ما فيهاش باك شمال غير محمد حمدي لاعب بيراميدز. وايضا انضم احمد نبيل كوكا، وخصوصا طبعا الماتشين سواء ماتش كهرباء الاسماعيليه اللي تالق فيه خصوصا من الناحيه الهجوميه، او ماتش الزمالك اللي قطعها ميه ونور على اخوان بزيرة، كان طبيعي ان هو ينضم. ولكن عايز اقول لك ان احمد نبيل كوكا، انا باكد على كلامي، مش باك شمال. مع الوقت الناس هترجع تنتقد تاني احمد نبيل كوكا. علي فوزي مثلا انت ما ضمنتوش في التوقف الدولي اللي فات، او مودرن سبورت بعد العوده من التوقف الدولي الاداء سيء مش زي الاول خالص، بس انت ضميت محمد هاني واحمد عيد، هم كمان ما بيقدموش الشيء اللي المفروض ان انت تبقى متمسك قوي بيهم، ان هم على طول معاك هم الاثنين، ما تحاولش تدخل معاهم علي فوزي، خصوصا ان انت يعني من الواضح كده انك ما عندكش مرجعيه في اختياراتك. انا اسف جدا، ما عندكش مثلا ان انت معتمد على السن فبتجيب لعيبه كلها سنها صغير، ما عندكش ان انت معتمد على اداء اللعيبه اخر كام ماتش، لا انت معتمد على لعيبه خدتها من الاول هي اللي مكمله معاك. ايا كان لو اللعيبه دي بقى عندها 40 سنه وانت موجود غالبا هتبقى موجوده معاك يا كابتن حسام. المشاكل اللي فيها منتخب مصر هتبان في بطوله افريقيا في شهر ديسمبر في المغرب، او طبعا في كاس العالم. ولكن يعني توقعي مش مبني على اي حاجه، مصر مش هتعمل اي حاجه في افريقيا اللي جايه. هنطلع زي فضيحه روي فيتوريا والخروج من الكونغو في الدور الثاني للبطوله او الدور ال 16. اعتقد ده اللي هيحصل، واعتقد ان بعدها الكابتن حسام حسن مش هيكمل، وما اعتقدش ان الكابتن حسام حسن هيبقى هو مدير فني لمنتخب مصر في كاس العالم. هندخل على خط النص. طبيعي انضمام طبعا مروان عطيه، واحد من اهم لعيبه الاهلي مؤخرا، اللي تطور كمان في الواجبات الهجوميه، وده كان مفاجاه بصراحه ليا. ده كان عكس ما كل الناس كانت شايفه، واحنا نفسنا اتكلمنا انه مروان عطيه لعيب كلاسيكي، مركز 6 الكلاسيكي، يا هيمسك لعيب مان تو مان يا لعبه كله باصات قصيره لورا او جنبه. لكن هو بدا مؤخرا يتطور جدا هجوميا، بيشوط كمان وبيشوط على المرمى كويس. فطبيعي انضمام مروان عطيه. ولكن انضمام حمدي فتحي انا ما كنتش فاهمه، لان هرجع لك تاني هقول السن، المرجعيه اللي حضرتك بتتكلم بيها انت والكابتن ابراهيم حسن، ان السن احنا عايزين نقلل من اعمار المنتخب، احنا عايزين ندخل كاس العالم واحنا منتخب شباب والكلام ده كله. فحمدي فتحي عنده 32 سنه، حمدي فتحي بيلعب في دوري من اضعف الدوريات العربيه اللي هو الدوري القطري، هو زيه زي الدوري الاماراتي، اضعف من الدوري المصري بكتير جدا. عايز اقول لك ان الدوري القطري هو بس 12 فريق. الوقره المركز الرابع في الدوري. الوقره لسه خسران يوم الجمعه بالمناسبه في كاس قطر من فرقه اسمها المسيميره
تقريبا الفرقه دي اصلا درجه ثانيه في قطر، خسروا 3-2. الوكره في الدوري زي ما بقول لك دوري من 12 فرقه بس الوكره هو المركز الرابع. وكمان يعني كسن هو 32 سنه. حمدي فتحي ما بقاش عنده القوه، يعني نقطه قوه حمدي فتحي مثلا مع موسيماني، ان موسيماني كان بيستغله انه يدخل كمهاجم تاني، مهاجم وهمي كده ما حدش يبقى واخد باله منه، فبيدخل حمدي فتحي ممكن يسجل لك جول او بيساعد في الهجمه بتاعت فرقته. وكان طبعا في مركز سته بيقطعها ضبه مفتاح هو واليو ديانج، كان اليو ديانج هو اللي بيقف سته وحمدي فتحي متحرر شويه. شفناه مثلا في نهائي القرن، هو افضل لاعب الاهلي في نهائي القرن، كان قافل على كل مفاتيح الزمالك وقتها، سواء زيزو او فرجاني او بن شرقي او حتى مصطفى محمد او شيكابالا. قدم مباراه تاريخيه وقتها حمدي فتحي، وقدم موسم استثنائي مع الاهلي وقتها. ولكن لما بدا يكبر في السن بدا مستواه يقل. شفناه في كاس العالم للانديه جمهور الاهلي كان بيقول يا ريت حمدي فتحي ما كانش موجود وما كانش هو اللي بيلعب اساسي في الماتشات كلها. حتى الاهلي ما حاربش ان هو يشتري حمدي فتحي نهائيا بعد كاس العالم للانديه. فحضرتك برضو بتضمه عشان حضرتك ليك ناس لازم هي اللي تفضل موجوده. طب ما الناس دي في كاس العالم هيبقى عندها بقى كل واحد اللي عنده 32 يبقى 33 وماشي في ال 34، واللي 29 يبقى داخل الثلاثينات وهكذا. ففين ان انت بتبني جيل جديد لمصر عشان حتى اللي يجي بعدك يقول انا خدت شغل سليم من اللي قبلي، وهو العميد حسام حسن، واحد من اهم لعيبه مصر على مدار تاريخها، واحد من اهم 5 لعيبه في تاريخ مصر. انضمام مهند لاشين مفهوم، انضمام محمود صابر برغم ان هو لسه مش ده محمود صابر اللي الناس بتقعد تتكلم عليه والناس بتقعد تشكر فيه، ولكن اوفر اول هو لعيب بروميسنج. من احنا لحد دلوقتي من وقت ما طلع محمود صابر مستنيين اللحظه او الموسم اللي هينفجر فيه محمود صابر. احنا مش عارفين هيظهر امتى، ولكن انا متفاهم فكره ان محمود صابر يبقى موجود وراضي بيها عموما. مهند لاشين هو افضل مركز 6 موجود في مصر من وجهه نظري بقاله 2 او 3 سنين كمان. زيزو انت ضميت زيزو. ده بقى اجابه السؤال الثاني اللي اتساله الكابتن ابراهيم حسن في المؤتمر الصحفي لما اتسال، لما قال احنا في لعيبه كتيره كنا عايزين نضمها زي زلاكا، زي امام عاشور، زي دونجا، زي مش عارف مين، بس اللي منعنا ان احنا نجيبهم هي الاصابات. طب ما انت المعسكر اللي فات ضميت مروان عطيه وكان لسه راجع من اصابه وما كانش حتى نزل تدريبات مع الاهلي، وضميته على طول على المنتخب. والتجمع ده ضميت زيزو بالرغم ان زيزو من ماتش انبي مصاب، ما لعبش خالص غير بس ماتش كهرباء الاسماعيليه امبارح وخرج في الدقيقه 70 عشان الكابتن عماد النحاس يريحه بعد ما هو راجع الراجل من اصابه. فضميت زيزو. انا مش بقول لك ما تضمش زيزو، ولكن بما انك حاطط معيار ان انا مش هضم لعيب كان مصاب، انت ضميت زيزو. هو لسه راجع من اصابه، اول ما لعب انضم. وضميت التوقف الدولي اللي فات مروان عطيه اول ما رجع انضم. فاحنا من هو سن انا جايب لك اغلب قائمه المنتخب معديه اصلا ال 30 سنه. اصابات انت بتضم عادي اللعيبه اول ما بترجع من الاصابه بتضمها. فحتى اجابات الاسئله مش مقنعه، ولو الناس دورت ورا اجابات الاسئله هتلاقي اغلب اجابات للاسف الكابتن حسام او الكابتن ابراهيم في اي مؤتمر صحفي مش مقنعه. والاجابات الثانيه بتبقى بس ان احنا عايزين نظهر ان احنا مظلومين وان احنا بنشتغل في ظروف صعبه، بالرغم ان الجهاز ده بيشتغل في ظروف الاجهزه الفنيه الاجنبيه ما كانتش بتشتغل في الظروف دي. انت كنت بتطلع في الاستوديوهات مع كوبر، مع كارلوس كيروش، مع روي فيتوريا، مع اي حد، الاستوديوهات التحليليه مش سايباهم في حالهم. انت كارلوس كيروش ده افضل مدير فني جه للمنتخب المصري بعد حسن شحاته. الناس ما سابتوش لما خرج من لما خسر نهائي افريقيا وانت كنت مش مرشح تماما اصلا انك توصل للسيمي فاينال، ولا لما خسر في تصفيات نهائي في تصفيات كاس العالم من اقوى منتخب في افريقيا وقتها السنغال، منتخب من اقوى المنتخبات في تاريخ افريقيا. وجيل السنغال ده بتاع ساديو ماني واسماعيل صار ومندي برضو بتاع خط النص والناس دي كلها. انت خسرت من السنغال، ما رحتش كاس عالم عشان خسرت من السنغال في السنغال ضربات جزاء. انت خسرت افريقيا من اقوى جيل في تاريخ السنغال برضه ضربات جزاء وانت ما كنتش مرشح خالص. والناس ما رحمتش الراجل، وبعد تصفيات كاس العالم مشي على طول. وباقي الناس كانت على طول بقيادتك يا كابتن حسام وانت في الاستوديوهات التحليليه بتنتقد للمدربين دي. لكن حضرتك واخد دعم. انا ما بشوفش اي اعلامي، ما بشوفش اي حد على التلفزيون بينتقد جهاز الفني المنتخب مصر بقياده الكابتن حسام حسن. حضرتك واخد الدعم كامل عشان لما نفشل في افريقيا ما تقولش الناس هاجمتني وما تقولش الناس ما دعمتنيش وكده. انت واخد الدعم كامل، عمرك التدريبي كله تحلم بيها انت اللي هتضيعها من نفسك باختياراتك وبظلمك للاعيبه كتير المفروض تبقى موجوده مش بتضمها. وانضم برضو محمود حسن تريزيجيه، ده طبيعي طبعا ان تريزيجيه ينضم زي ما طبيعي ان محمد صلاح ينضم، ولكن اللي مش طبيعي انضمام ابراهيم عادل. موهبه شابه، اهم وينج شمال موجود في مصر السنه اللي فاتت،
اهم موهبه المفروض انها هتنفجر في السنين الجايه موجوده جوه مصر. بس انا عايز اقول لك ان انت برضو تاني بعيدها لك، في منتخب مصر انت بتضم افضل حد موجود اخر كام ماتش. ده المفروض، ده منتخب، هو منتخب بيبقى كده، بضم افضل عناصر كانت موجوده قبل التوقف الدولي ده، مش بضم لعيبه عشان الهيستوري بتاعها. فابراهيم عادل مع الجزيره الاماراتي مثلا لعب 5 ماتشات ما سجلش في ولا ماتش وما صنعش في ولا ماتش. ابراهيم عادل في الدوري الاماراتي اللي انا بقول لك تاني وبعيد لك، سواء الدوري الاماراتي او الدوري القطري، اضعف بكتير من الدوري المصري. ابراهيم عادل مع الجزيره، انت عارف الجزيره المركز الكام يا كابتن حسام لو بتتابع؟ الجزيره المركز التاسع في الدوري الاماراتي، عنده 7 نقط، كسب ماتشين، اتعادل ماتش وخسر ماتشين في ال5 ماتشات. ابراهيم عادل ما كانش ظاهر خالص ولا سجل ولا صنع. فحضرتك بتضم بروميسنج كل الكلام ده، بس هو حضرتك مستواه سيء الفتره دي، فما ينفعش ينضم، لازم ادور على حد تاني ان شاء الله. لو هجيب حد من الدرجه الثانيه، ده انت اللي كنت بتتميز بالحاجات دي، وده انت عملت اسمك التدريبي بسبب الحاجات دي، ان انت بتجيب لعيبه من العدم، من لعيبه ما حدش يعرف عنها حاجه تخليهم نجوم، وعملت ده في المصري بدل المره 3، وعملت بالزمالك موسم استثنائي في 2010 بلعيبه كانت متعوده تاخد مركز سادس في الدوري المصري. فانت اصلا دي بتاعتك، لما تمسك منتخب مصر تبطلها، نقطه قوتك تبطلها لما تمسك منتخب مصر. ما هو يا كابتن اللعيب لو ضامن مركزه خلاص مش هيبقى فارقه معاه، ما هو ضامن المنتخب. لكن انت لو خلقت تنافسيه هتلاقي نفسك محتار. هاجي كده وانا بطلع قائمه المنتخب اقعد افكر، هو الكابتن حسام يعني، هقعد افكر، هقعد اقول ايه ده، انا عندي في الوينج ليفت عندي ده وده 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 وده، ده هاخد مين ولا مين؟ هتيجي اما تعلن القائمه الناس تقول الله يكون في عون الكابتن حسام من جوده اللعيبه اللي عنده. هتيجي لما تروح هتلاقي عندك يوم ما تتزنق في ماتش مهم، هتلاقي عندك بدل اللعيب 2 و3، ان انت لو اتزنقت تلاقي اللعيب ده لو اتوقف او لا قدر الله اتصاب او مش في مستواه خلال البطوله هتلاقي البديل بسهوله. انت مش عامل ده، مش خالق تنافسيه حتى ما بين اللعيبه، كل لعيب ضامن مركزه ايا كان مستواه وايا كان بقى عنده كام سنه. في الهجوم انضم مصطفى محمد، وده طبيعي، اهم مهاجم موجود في مصر من سنين، وافضل مهاجم موجود في مصر، اللي الكابتن حسام حسن في التوقف الدولي اللي فات ما لعبوش ونزله كبديل لأسامة فيصل. اسامه فيصل ما قدمش اي حاجه مع منتخب مصر منذ انضمامه. اسامه فيصل حتى مع المنتخب الاولمبي على فكره، والاولمبيات اللي احنا طلعنا فيها رابع الاخيره ما كانش مقدم اي حاجه في المنتخب، ما قدمش اي شيء يذكر. اسامه فيصل مع البنك الاهلي السنه دي لعب 9 ماتشات ما سجلش فيهم غير جون واحد، كان قدام الاسماعيلي، والاسماعيلي طبعا للاسف زي ما كلنا عارفين هو المركز الاخير في الدوري، خسر 8 ماتشات، اضعف دفاع في الدوري. فده اسامه فيصل اللي حضرتك بتعتمد عليه، وعشان حضرتك مش بتخلق تنافسيه ما بين اللعيبه، وعشان حضرتك ما بتدورش، وعشان حضرتك بتروح تتفرج على الماتش زي الجمهور. عموما انا مش ما فيش حاجه بيني وبين الكابتن حسام حسن، انا ما اعرفش الكابتن حسام حسن وطبعا هو ما يعرفنيش، ولكن ده رايي ان ملخص الحلقه يعني. انت دلوقتي حضرتك في المؤتمر الصحفي اتكلمت على السن، انت القائمه بتاعتك اكتر من 12 لعيب في القائمه، اللي انت ضامن 24 لعيب، يعني اكتر من 50% في القائمه معديين 30 سنه. فده لو حضرتك بتتكلم على السن، حضرتك مش حاطط السن كمعيار اساسي. دي كانت الحجه في عدم انضمام احمد الشناوي. انضم في قائمه المنتخب مصطفى فتحي. مصطفى فتحي كسن، هكلمك تاني كسن، عنده كام سنه؟ 31 سنه. طب مصطفى فتحي السنه اللي فاتت اتصاب مع بيراميدز في اخر الموسم، من ساعتها ما بقاش اساسي في فرقه بيراميدز. يعني بيراميدز عموما بقى الوينجات بتاعته ايفرتون البرازيلي وزلاكا او قطه، لان قطه كمان دفاعيا اقوى من مصطفى فتحي، فبقى يوريزيتش مدرب بيراميدز بيعتمد عليه اكتر من مصطفى فتحي، فاحيانا كمان مصطفى فتحي بقى الخيار الثالث عند يوريزيتش مدرب بيراميدز، ما بقاش اساسي من وقت الاصابه. كسن بقول لك عنده 31 سنه حضرتك. فبس كده، ده كان رايي في قائمه منتخب مصر. الاهم دلوقتي ان انت تقول لي رايك في الكومنتات. ايه رايك في قائمه منتخب مصر؟ تديها كام من 10؟ انا عن نفسي بديها 5 من 10. انت قول لي رايك، تدي قائمه منتخب مصر كام من 10؟ ومين اللعيبه اللي كانت المفروض تبقى مش موجوده في القائمه؟ ومين اللعيبه اللي كانت المفروض تنضم لقائمه منتخب مصر؟ ايه توقعاتك هنوصل لفين مع الكابتن حسام حسن في افريقيا الجايه في المغرب؟ وهل شايف ان الكابتن حسام حسن هيبقى موجود في كاس العالم في امريكا ولا لا؟ بس كده، كنت معاكم انا خالد. يا رب الحلقه كانت تبقى خفيفه عليكم. لو عجبتك الحلقه ما تنساش بقى تدعمنا بلايك شير وسبسكرايب، واهم حاجه تقول لي في الكومنتات رايك في قائمه منتخب مصر، مين اللعيبه اللي كانت المفروض تبقى مش موجوده، ومين اللعيبه اللي كنت تتمنى تبقى موجوده في قائمه منتخب مصر.